يعطيكم العافية يا شباب يا بنات. اليوم أنا مع أحد الأبطال العرب المعروفين جدا ورقم واحد رانكينج على مصر، كابتن إسلام سياحة. طبعا أنا أتشرف بوجودي مع حضرتك. طبعا حاليا تجهيز لبطولة، لكن خلي التجهيز حنتكلم عنه. أنا عايز أتكلم عن بداية كابتن إسلام. أول حاجة إسلام، ما شاء الله كم عمرك؟ انا هتم ال 30 كمان شهرين. ما شاء الله ما شاء الله. والله تمام وأنت راجع معنا بالبطولة بإذن الله. طيب بداية اللعبة، إيه اللي خلى إسلام يتجه إلى أصلا الفايتنج عموما؟ بص، انا طول عمري عندي شغف بالرياضه، وطول عمري بحب الرياضه. لعبت حاجات كتير جدا من وانا صغير. لقيت نفسي شويه في الفايتنج. انا بدات كنت بلعب كره يد عادي جدا. بعد كده زي اي طفل حبيت ان انا العب فايتنج، فكان اولد سكول شويه، فرحت لعبت كاراتيه. فمن الكاراتيه ما لقيتش نفسي، رحت لعبت بعديها كمال اجسام. لقيت نفسي انا تشيبي كويس، طب انا عايز العب فايتنج تاني. ابتديت العب بوكس شويه، بعد كده بقيت ابدا العب ريسلينج. بعد كده سمعت عن في حاجه اسمها ام ام ايه هي الام ام اي؟ ميكس مارشال ارتست. انا اقدر العب كل حاجه وتقدر تلعب كل حاجه وتقدر تعمل حاجات كتير وانت بتتمرن. طيب انا عايز اروح اتمرن. كم كان عمرك في الوقت ده بقى في التحويله دي؟ كنت في ثانيه جامعه تقريبا. فبس سمعت عن مكان بالصدفه رحت اتمرنت فيه. كان كابتن علاء منصور. ما شاء الله. طبعا كابتن علاء منصور اسم معروف في المستوى بتاع الام ام اي. كان حد معايا ديزرت فورس، كان درع ديزرت فورس. رحت اتمرنت معاه واتمرنت مع التيم. انا بعترف دايما ان انا مش شخص تالنت، مش عندي الموهبه اللي تخليني اتطور بسرعه في اللعب، بس عندي موهبه ثانيه خالص، ان انا بعرف اشتغل على نفسي كتير جدا. هارد ورك زي ما بيقولوا يعني. عندك الدرايف بالظبط. يعني انا ما كانش عندي تالنت مثلا اللي هو حد الكيكس بتاعته كويسه، ايده كويسه، جيجيتسو كويس. لا، مش عندي حاجه مميز فيها. ما شاء الله. النهارده احنا كنا في التمرين بتفرج على الكابتن. طبعا انا جيت في اخر تمرين ليه هنا، داخل تمرين صح؟ دي اخر تمرين قبل الفايت. جيت اتفرجت، استغربت من حاجه جميله جدا، انه متكامل ما شاء الله عليه. لقيت نفسي ان انا بورك هارد وبحب اتمرن كتير، بحب افهم، بحب اتعلم، بحب ان انا ادي كل واحد حقه. يعني في حد بتاع نيوتريشن فانا رايح لحد بتاع نيوتريشن، في حد بتاع سترينث كونديشن ورايح لحد بتاع سترينث ما شاء الله. في حد بتاع ريسلينج وانا رايح اتمرن مع حد بتاع ريسلينج لوحده، رايح اتمرن مع حد بتاع بوكسنج لوحده، رايح اتمرن مع حد بتاع ام ام اي. هاخد من كل واحد اللي انا محتاجه واوظفه بطريقتي انا. ما شاء الله. مش هسيب حد يوظفني وهيديني تيبس، بس انا الوحيد اللي اعرف امكانياتي فين الى حد ما يعني. وانت الوحيد اللي في الحلبه. بالظبط يعني. دي حسيتها شويه ان انت الوحيد اللي بتقدر تقرر انت محتاج ايه. صحيح. الاول كنت بلعب الموضوع هوايه مع شغلي. انا ما كنتش شغال في مجال الرياضه اصلا خالص. اتخرجت عادي من كليه حقوق، اشتغلت في العلاقات العامه في مصر الطيران. قعدت شويه، بعد كده ما لقيتش شغفي في ان انا ابقى موظف. قدمت استقالتي وكملت في مجال الرياضه بس. يعني مثل حي اهو قدامنا ان البطل مش شرط يكون يعني شخص عادي جدا بقى بطل عادي خالص، بس اشتغل على نفسه. فاهم؟ خريج حقوق وكان موظف، والنهارده هو مسافر ان شاء الله لبطوله في ابو ظبي. انا خدت الحزام السنه اللي فاتت. هم بيعملوا 3 نسخ، افريكا واريبيا وانترناشونال. انا خدت الحزام بتاع اريبيا، كنت انا اول مصري يحصل عليه. ومن ساعه ما البطوله فتحت اول مصري يحصل على الحزام هناك اصلا. ما شاء الله. انا حصلت على حزام الميدل ويت. ما كانش في حد مصري هناك خد الحزام، مع ان احنا عندنا مصريين كتير بس لسه الفرصه ما سمحتلهمش مش اكتر. الحمد لله ربنا وفقني ان انا كنت اول مصري العب على التايتل هناك واول مصري ياخد التايتل الحمد لله. ولعبت في مرتين في نسخه افريقيا اللي هناك. ان شاء الله الماتش الجاي في النسخه بتاعت انترناشونال. لعبت في ابو ظبي ولعبت في بريف ولعبت في فارس، لعبت في حتت كتير. ابو ظبي اكتر الماتشات هناك. بحب المنظمه. الحمد لله منظمه كويسه وانا مرتاح فيها وماتشاتها بتبقى متكافئه وبتعليني وبتضيف لي. حلمي ان انا اوصل يو اف سي زي ما انا كنت اول مصري ياخد الحزام في ابو ظبي. ان شاء الله احلم ان انا مش مجرد اول مصري يخش اليو اف سي، لا اول مصري يخش اليو اف سي ان شاء الله واخد حزام. انا واخد 2 تايتل هنا في مصر، منظمتين هنا في مصر، وكانت اول منظمه بره مصر يو اي. ريكوردي لعبت 16 ماتش، كسبان 14 وخسران 2. ما شاء الله. انا مصنف اول مصر تقريبا من 2016. والحمد لله الحمد لله يعني نكمل على كده. يعني كله توفيق من ربنا، هو مجرد اجتهاد مني مش اكتر. نظام التمرين اللي شفته النهارده كان غريب، عايزين نتكلم بس حاجه بسيطه ندي هنت للناس ايه اللي كان النهارده موجود. بص، هو احنا ده بتبقى
قبل الفايت ب 14 يوم او 12 يوم بنعمل حاجه زي سيمي فايت. انا هلعب الفايت ده 3 جولات في 5 دقائق، فاحنا بنعملها برضو 3 جولات بس في 6 دقائق، بس مش بلعب مع شخص واحد، بلعب مع 6 اشخاص، كل شخص بيخش لي 3 دقائق. بيبقى ضغط نفسي، ضغط بدني، انا ما بكونش مريح طبعا زي قبل الفايت. بكون في ضغط التمرين، مدرب اللي بيدخل ورايا عليك بيبقى فريش، بالظبط. طالع وداخل واحد تاني فريش. بالظبط. بلس ان انا بحب ابقى قاعد في مود الفايت زي ما انت شايف، ببقى الفريق بتاعي حواليا، في جمهور واقف بيتفرج، في مصورين، دي الايمج بتاعتي، ده شكلي، انا مش عايز اخسر. بالنسبه لي كلهم كاني بلاعب شخص واحد. الموضوع بيبقى ستريس عليا، ببقى محطوط تحت ضغط او محطوط تحت ضغط، بس بيفيدني بيفيدني جدا بيفيدك في الحمد قوه لله. التحمل، بيفيدك في اللياقه، بيفيدني كمان منتال جدا، بيديني ثقه في نفسي. خلاص انا لعبت مع 6 اشخاص في 3 دقائق فشخص واحد، والحمد لله الحمد لله بسعى دايما ان انا في كل الجولات انا اللي اطلع فايز في كل الاحوال. كل 3 دقائق بالنسبه لي جوله جديده، فانا بلعب 6 جولات مش بلعب 3 جولات. كل شخص بالنسبه لي هو نفس الشخص، بغض النظر ان هو مختلف جوه الكيدج، بس هو في دماغي ده الشخص اللي انا هلعبه. ببقى حاطط دايما في دماغي انا ما باخدش اي فايت ايزي، ما بحبش الفايتس الايزي، فببقى حاطط في دماغي ان انا هلاعب احسن حد في العالم. ببقى دايما بقول ده احسن حد في العالم وهو زيي بيتمرن زيي، بس انا لازم اثبت ان انا احسن منه. فالموضوع بيبقى تشالنج نفسي شويه اكتر من ان هو مجرد تشالنج مع شخص. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق في الفايت اللي جاي وفي البطوله الجايه. انا من ناحيه التدريب، لو حد حابب يدخل في التدريب عندكم ليفلز، بتعمل ايه مع التيم بتاعك تقريبا؟ بص زي ما انت شفت ده التيم اللي كان معايا. طبعا كل التيم اللي كان معايا النهارده الحمد لله ده تيم الادفانسد ما شاء الله. ده طبعا الناس دي معايا من اول الكامب، من اول شريكي اللي كان موجود فيهم كابتن محمد جمال، لحد طبعا كان معايا كابتن محمد سالم بطل قاضيه والتر ويت، كابتن احمد امير بطل بريف لايت ويت. فالحمد لله التيم بتاعنا كبير والتيم بتاعنا فيه ناس تقيله. موضوع ان احنا بنتمرن ازاي او بنقسمها ازاي وانت جاي تتمرن ازاي، لا احنا عندنا بيبقى كلاسز مختلفه، من اول كلاس البيجنر الانترميديت الادفانسد. كل مدرب بيبقى معاه لعيبه، كل مدرب بيطالب منه في وقت معين يوصل اللعيب ده ان انا اشوفه في كلاس تاني. بيبقى عندنا زي ما انا اتعلمت، انا قلت لك انا اتعلمت في الاول، انا اتعلمت ريسلنج لوحده وبوكسنج لوحده وجيتسو لوحده. انا نفس الكلاسات عندي، كلاس الريسلنج لوحده، كلاس البوكسنج لوحده، كلاس الام ام اي. اللي بيخش المكان بيخش على كل الكلاسات، بيشوف هو ناقصه ايه وبيروح يطور نفسه فيه. احنا اللي بنوجهه، انت محتاج تتمرن ريسلنج اكتر، لا روح دوس على نفسك في البوكسنج وروح العب كيك بوكسنج الساعه كذا، تعالى الساعه كذا عندك ماتش، بنعمل لك كامب نفس الكامب اللي انا بعمله، بس بيبقى طبعا بمختلف الليفلز. من اول انت بتتمرن ايه في الكامب لحد الكات ويت، لحد ما تخش القفص وانت بتعوض لحد ما تكسب ان شاء الله. يعني لو عندك طموح توصل لليفل، خد من شخص سلك الطريق او قبل كده، يعني هيساعدك باذن الله. فكابتن اسلام از جود تشويس لو انت حابب المجال ده وحابب تحترف في المجال ده. محترف كبير في مصر كابتن اسلام. ودايما بيقولوا الشباب هنا في مصر مشكلتنا لو حد احترف، الامل بتاعنا نحترف. طب لما احترفت ازاي بتعرف توازن بين حياتك العاديه، الحياه عموما واهلك كده، وما بين الشغف ده؟ بص هو دي انت احسن حاجه قلتها الصراحه. احنا عندنا، مش بتكلم على مصر عشان الجاب ما تبقاش كبيره وان هو الناس بتبص لها بمنظور ان انا شخص فانا لعبت بره فانا بتكلم عن الناس البيجنر، لا خالص. انا بتكلم عن المنتال نفسها بتاعت الشخص. انت دايما بتحلم ان انا عايز اتمرن بس عشان اوصل. انت بتعمل ايه عشان توصل؟ خلينا متفقين، اي حاجه لازم تستثمر فيها. فانت كشخص لازم تستثمر في نفسك. يعني ايه استثمر في نفسي؟ يعني اصرف على نفسي عشان اوصل. يعني ايه اصرف على نفسي؟ لازم يبقى عندي انكم عشان اقدر اصرف على نفسي ان انا اطور من نفسي في حته معينه انا عايز اوصل لها، لحد ما يجي لي فلوس من الحته دي، ساعتها اقدر استغنى عن كل المعطيات اللي حواليا. انت معظم الشباب بتيجي تقول انا عايز اسيب الشغل وعايز اقعد من الشغل وعايز اقعد من الدراسه عشان اتمرن جامد عشان اسافر وابقى محترف وبتاع. انت تصرف على نفسك ازاي ما انت تعمل كده؟ مين هيمولك؟ انت عايز سبونسر هيجوا لك على اساس ايه؟ انت اللي عندك الفيجن بتاعك. انت عملت ايه عشان توصل لكده؟ فانا دايما دي النصيحه اللي انا بنصحها لهم، مش عشان انا بنصح، لا عشان انا عملت كده فلقيتها ناجحه شويه. ممكن انت تعملها ما تبقاش ناجحه معاك، بس انا الصراحه جربتها وكذا حد جربها ناجحه. ان انت تمسك العصايه من النص، اهتم بتعليمك قبل شغلك واهتم بتدريبك. صدقني يوم ما انت تبقى قوي هنا هتبقى قوي هنا بسهوله. اما انت تبقى متعلم وفاهم انت بتعمل ايه، فكره ان انت تنجح اللي بياخدها في غيرك وهو مش متعلم في 8 9 سنين انت هتاخدها في سنه.
انت لما تبقى معاك الانكم اللي يقدر يساعدك ان انت تروح تعسكر في مكان، ان انت تعسكر هنا، ان انت تصرف على نفسك من اول اكل، سبلمنت، تدريب، معلومات، ان انت تشتري بروجرامز، تعمل كل حاجه، ان انت حتى تنفست في نفسك. شغلك ده اللي هيخليك تعمل كده، دراستك وتعليمك ده اللي هيخليك تعمل كده. وانس انك عملت كده انت هتعرف توصل. ما عملتش كده صدقني الموضوع هيبقى صعب قوي، واكبر دليل على كده هتلاقي اي حد بيضحك عليك لمجرد ان هو بيسرح بيك ان هو عايز يوصلك، انت مش هتبقى فاهم ده فعلا عايز يساعدك ولا ده بيستغلك. بس فاتعلم وامسك العصايه من النص. صدقني الموضوع بالنسبه لك هيبقى ايزي جدا. انا مش شايف ان انا خدت انا شايف ان انا بدات متاخر، ولو بدات بسرعة. ولو بدات في سن وانا عندي 15 و14 سنه زي الناس اللي انا بمرنها عندي، صدقني الموضوع هيبقى مختلف تماما. بس عشان الموضوع جه عن علم الحمد لله، يعني كله بفضل ربنا، وجي برضو ان انا كنت فاهم ان انا لازم انفست في نفسي، وجي بكذا طريقه تانية، فالموضوع حسيت ان انا عديته بسرعه يعني. انتوا قدامكم لسه فرصه ان انتوا تعملوا كل ده. امسك دايما العصايه من النص، واهتم دايما بدراستك، اهتم بشغلك، اهتم بالحاجه اللي هتجيب لك انكم تعرف تحقق بيها ذاتك، بعد كده كل حاجه هتبقى سهله. اظن النصيحه واضحه. بالظبط. جود لك يا جماعه، وجود لك لكابتن اسلام. وان شاء الله عايزين نعرف الماتش الساعه كام. انا هنزل لكم يا جماعه الوقت بتاع الماتش وكل حاجه، عشان كلنا ان شاء الله نشجع كابتن اسلام في الماتش ده، وننتظر العوده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا على مجهودكم وشكرا ليكم. شكرا ان انتوا شرفتني النهارده، انا تعبتكم الناس دي معايا من الصبح. ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله هتشوفونا تاني مع بعض يعني. ان شاء الله. حبيبي.